السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل به النهارده بإذن الله صينية بسيسة. حطيت كوباية سكر اهي، يبقى كوباية وربع سكر، كوباية زيت. هحط عليها بيضتين، بعملها بيضتين بس اهو زي ما انتوا شايفين كده. كيس فانيليا بالبرتقال بيخلي طعمها رائع اهو يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، انا هو دوبت ضربت السكر مع السمنه، السكر مع الزيت مع البيض، وحطيت باكل فانيليا. هحط كده بسم الله دول نص كيلو دقيق ذره على ربع كيلو دقيق زيرو. هسمي الله كده اللي هو الكيك شيف ده، وهقلبها بسم الله. اللبن انا سخنته شويه، هزودها كده بشويه ميه زي ما انتوا شايفين كده، واقول بسم الله. وانا مسخنه اللبن اهو شايفينه. بس يا حبايبي ادي القوام بتاعها، انا ما بخليهاش ولا خفيفه ولا تخينه، بتبقى عليها معلقه خل يعني ما شاء الله بتخليها طريه وهشه وحلوه قوي. حطيت طبعا فيه شويه زيت، دهنته بالزيت، واحط نص العجينه. هبدا الحشو اهو عشان انا هحشيها. ده زبيب وجوز الهند جدا. انا كده حشيتها اهي في النص. هبدا احط العجين التاني عليها كده، امشي كده بالراحه كده عشان اقفل على الحشو. بصوا بقى ما شاء الله اهي كده انا حشيتها، وهحطها في الفرن وان شاء الله ما تستوي هوريها لكم. حبايبي اهي البسيسه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هعمل به النهارده باذن الله صينيه بسيسه. حطيت كوبايه سكر اهي، يبقى كوبايه وربع سكر، كوبايه زيت. هحط عليها بيضتين، بعملها بيضتين بس اهو زي ما انتوا شايفين كده. كيس فانيليا بالبرتقال بيخلي طعمها رائع اهو يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، انا هو دوبت ضربت السكر مع السمنه، السكر مع الزيت مع البيض، وحطيت باكل فانيليا. هحط كده بسم الله دول نص كيلو دقيق ذره على ربع كيلو دقيق زيرو. هسمي الله كده اللي هو الكيك شيف ده، وهقلبها بسم الله. اللبن انا سخنته شويه، هزودها كده بشويه ميه زي ما انتوا شايفين كده، واقول بسم الله. وانا مسخنه اللبن اهو شايفينه. بس يا حبايبي ادي القوام بتاعها، انا ما بخليهاش ولا خفيفه ولا تخينه، بتبقى عليها معلقه خل يعني ما شاء الله بتخليها طريه وهشه وحلوه قوي. حطيت طبعا فيه شويه زيت، دهنته بالزيت، واحط نص العجينه. هبدا الحشو اهو عشان انا هحشيها. ده زبيب وجوز الهند جدا. انا كده حشيتها اهي في النص. هبدا احط العجين التاني عليها كده، امشي كده بالراحه كده عشان اقفل على الحشو. بصوا بقى ما شاء الله اهي كده انا حشيتها، وهحطها في الفرن وان شاء الله ما تستوي هوريها.